كان يا ما كان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية هادية كده على طرف النيل عاش راجل كبير في السن اسمه الشيخ مبروك. راجل طيب ووشه فيه نور، وبيآمن إن اللي يعمل خير يلاقي خير. لكن الشيخ مبروك كان عايش لوحده بعد ما ولاده كبروا وسافروا بعيد، ومر عليه الزمن والدنيا فرقت القلوب قبل ما تفرق البيوت. وفي يوم من أيام الشتاء المطر نازل من السما كأنها بتغسل الأرض، والريح بتزق في الشبابيك كأنها بتصحي الناس من الغفلة. كان الشيخ قاعد جنب كانون صغير مولع فيه نار، وماسك سبحة بإيده وعينه على الباب. فجأة خبط الباب خبطة تقيلة. قام الشيخ وقال: يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط في الليلة البرد دي؟ فتح الباب ولقى راجل غريب، هدومه مبلولة ووشه شاحب وعينه فيها خوف. قالوا الغريب: السلام عليكم يا عم الحج، أنا تايه من بلد لبلد والبرد قاطع جسمي، ممكن أبات عندك الليلة؟ الشيخ قاله من غير ما يسأله ولا حتى يعرف اسمه: أهلا وسهلا، الضيف ضيف ربنا والمكان مكانك. دخل الغريب والشيخ حطله هدوم نشفة وسخن له شوربة عدس وفرش له على الأرض بطانية وقال له: نام وارتاح وبكرة يبقى خير. عدى نص الليل والدنيا كلها نايمة، لكن الشيخ صحي على صوت خفيف زي حد بيتحرك بالراحة. قام ومشي على أطراف صوابعه، لقى الغريب واقف جنب الصندوق الخشبي اللي بيحط فيه حبة دهب كان مخبيهم. الشيخ ما تكلمش، وقف وراه وقال: لو محتاجهم خدهم، بس حرام تسرق يا ولدي. الغريب اتجمد مكانه، لف وشه والدمعة في عينه وقال: أنا آسف، والله ما كنت ناوي أسرق، بس مراتي عيانة وعيالي جعانين وقلبي مات من كتر الدل. الشيخ سكت شوية وبعدين قال له: عارف يا ابني، أنا كنت فاكر إن ما عادش في الناس خير، بس يمكن ربنا بعتك لامتحن قلبي أنا كمان. قعد جنبه وقال له: خد شوية فلوس تساعدك، بس وعدني أول ما ربنا يرزقك ساعد غيرك وما تمدش إيدك لحرام أبداً. الغريب بكى وقبل إيد الشيخ وسابه وخرج من غير ما ياخد ولا مليم. الشيخ رجع لقعدته وقال لنفسه: اللي يزرع خير يحصده ولو بعد حين. ومرت الشهور، وفي يوم وصل جواب بخط اليد. كان الجواب من الغريب وبيقول فيه: يا عم مبروك، أنا الراجل اللي ضيفته يوم المطر، اشتغلت وسعيت وربنا فتحها عليا، فتحت دكان وبقيت صاحب رزق، وكل ده كان بسببك. لو ما كنتش قابلتني بالطيبة دي كان زماني بقيت حرامي، ربنا يجازيك خير. الشيخ مسك الجواب ودمع من عينه نزل على الورقة وبص للسما وقال: الحمد لله، يا رب دايما تكتب لي إني أكون سبب ستر لعبادك. العبرة يا ولاد، النية الطيبة بتفتح أبواب الرزق. وبكده خلصت قصتنا، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك.